يا صباح الفل على الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبتدي الفيديو بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش. اهلا وسهلا بيكم كلكم، طبعا مرحب بيكم كلكم. يلا بينا بقى نبتدي. النهارده عندنا فيديو سهل وسريع وجميل ومنجز وطعمه حلو قوي. يا بصوا فيه كل الحاجات الجميله اللي انتم ممكن تتخيلوها، وكمان مش تقفوا وقت كبير خالص في المطبخ عشان تطلعوا. يعني مش شرط عشان اعمل اكل حلو قوي لازم اقف وقت كبير في المطبخ، بالعكس خالص. ممكن اقف وقت قليل جدا وانجز نفسي وفي نفس الوقت اطلع اكل طعمه تحفه يعني. خلاص. انا النهارده هعمل صينيه جلاش بالجبن. طعمها حلو قوي قوي، ممكن تنفع وجبه غدا، ممكن تنفع وجبه عشاء، ممكن تنفع فطار، ممكن تنفع سناك ما بين الوجبات، ممكن تنفع في اي حاجه. يعني بص، هتحتاجيها. خلاص. ممكن كمان تنفع ببواقي اي حاجه عندك في التلاجة. مش عارفه تعملي بيها ايه، على طول روحي هاتي لفه جلاش وعلى الفرن على طول. فانا بصراحه يعني بتنجزني جدا وبتوفر معايا في الوقت، لو انت طبعا مشغوله او ان انت مثلا بتشتغلي او عندك ولاد ومش عايزه تقفي كتير وعندك حاجات كتيره قوي تعمليها. الوجبه دي تحفه جدا جدا جدا. خلاص. اول حاجه عملتها ان انا جبت الصينيه بتاعتي، حطيت فيها مسحه كده من الزيت، وبعد كده جبت لفه الجلاش. تمام. حطيت نص كمية الجلاش اللي هو نص لفة الجلاش، يعني بحط ورقتين وبعد كده مسحة من الزيت وبعد كده ورقتين ومسحة من الزيت وهكذا لحد ما اكمل نص لفة الجلاش بالظبط. وبعد كده بحط الحشوة بتاعتي. طبعا انت ليكي مطلق الحرية بقى تعملي الحشوة دي ايه. انا كان عندي هنا جبن، فقررت ان انا هعملها النهاردة بالجبن. خلاص. كان عندي حطيت كده كام شريحة من الشيدر والفلامنك. تمام. انت مش شرط خالص تتأيدي بنفس الانواع اللي انا حطاها، انت ممكن تحطي اي نوع جبنه عندك. تمام. ممكن تحطي مثلا فراخ، ممكن الحشوه دي ممكن تبقى اي حاجه. خلاص. حطيت كمان كام شريحه كده من البسطرمه وكام حته كده صغيرين من الرومي، ده كان بقيه الطبق عندي في التلاجة. وكمان كان عندي فلفل الوان، ده انا كنت مفرزاه برضو. طلعت شويه منه حطيتهم على الصينيه، بيخلي طعمها مسكر جدا وبتبقى حلوه قوي. كمان حطيت شويه من الموتزاريلا، برضو مش اختياري يعني مش اجباري خالص ان انت تحطيه، براحتك. موجوده حطيها، مش موجوده خلاص ما تأيديش نفسك يعني. بعد كده رجعت تاني حطيت بقيه نص كميه لفه الجلاش، وبطبقها بالظبط عشان تاخد شكل الصينيه. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اقطعها بالشكل اللي انت بقى ايه حباه. خلاص. انا قطعتها هنا مربعات وبعد كده بالعرض وبعد كده بالطول. تمام. علشان تطلع بقى معاكي تبقى خلاص، تبقى تمام على طول ايه على الاكل، مش هنفضل بقى نقطع تاني. خلاص. بعد كده جبت بقى الكوبايه من اللبن، وبعدين حطيت عليها بيضايه واحده بس وهقلبها. انا هنا في المرحله دي كنت دخلت الصينيه بتاعه الجلاش الفرن بس خدت تشميعه. حطيتها بس 10 دقايق تقريبا وبعد كده طلعتها تاني علشان اديها اللي هي التسقيه بتاعتها دي. خلاص. في ناس بتحب ان هي تحطها كده، بتحب تحطها كده باللبن بتاعها قبل ما تدخلها الفرن، وفي ناس بتدخلها الفرن الاول شويه وبعد كده بتطلعها تاخد التسقيه بتاعتها دي. خلاص. حطيت كمان على اللبن ده حطيت ملح وفلفل اسود رشه كده صغيره، وبعد كده قلبتهم في بعض وحطيتهم. بس كده ده شكل الغدا بتاعنا النهارده، شكله تحفه، ريحته جميله جدا جدا وموفر جدا جدا ومشبع جدا جدا. بصوا فيه كل المواصفات اللي انت ممكن تتخيلوها، وكمان مريح جدا، مش هتقفي كتير خالص في المطبخ. زي ما انتم شايفين الفيديو كله مدته فعلا 5 دقايق، وفعلا في الحقيقه انا ما وقفتش فعلا في المطبخ اكتر من تلت ساعه او نص ساعه، وكنت محضره يعني وجبه غدا تحفه جدا ومشبعه جدا. بس اتمنى ان الفيديو ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم. بس ما تنسونيش بقى في الكومنتات الحلوه بتاعتكم. وخلاص اهو احنا بدأنا نرجع تاني، هو ننزل فيديوهات ان شاء الله تبقى سنة خير علينا كلنا، نحقق فيها كل اللي بنتمناه يا رب. اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. اكتبوا لي تحت برضو في التعليقات الافكار فيديوهات انتوا حابين ان احنا نعملها، لو حابين وجبه معينه او وصفه معينه نعملها برضو اكتبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله انا بقرا كل التعليقات وان شاء الله نعملها في اقرب وقت ممكن في القناه. خلاص. اشوفكم ان شاء الله على خير، واسيبكم في حفظ الله وفي امان الله. مع الف سلامه. باي باي.